في فرق كبير جدا ما بين اللي بيستخدم البروجرامينج كتول علشان يلزق شوية حاجات في بعض عشان يطلع بيهم برودكت وخلاص. وده للأسف الغالبية العظمى من الناس اللي بتشتغل في السوفت وير اندستري بتشتغل بالأسلوب ده وبالطريقة دي. أغلبهم بيمسك شوية كومبوننتس متركبة جاهزة، واحد تاني اللي عاملها، وبياخدوا الكومبوننتس دي يلزقوها في بعض ويطلعوا منها برنامج. وفي اغلب الاوقات بيكونوا مش عارفين الكومبوننتس دي معموله من جوه ازاي، ولا بتشتغل ازاي، ولا بتعمل اللي هي بتعمله ده ازاي. وهو ده اللي احنا مش عايزين ان احنا نوصل له. احنا عايزين نعرف الكومبوننتس دي من جوه معموله ازاي، والناس اللي فكرت فيها ازاي، ولا عملتها ازاي، وايه التكنيكس اللي استخدموها عشان يعملوها، وليه استخدموا ده وليه ما استخدموش ده. ف بمعنى اصح زي الفرق ما بين الشركات اللي بتجمع عربيات هنا وبتقولوا نفسها مصانع عربيات، والشركات اللي بتصنع عربيات بره عن طريق انها بتبقى عارفه كل مسمار معمول بانهي شكل وبانهي دايمنشن وبانهي ثيكنس وبانهي ماتيريال وبانهي كل حاجه. يمكن احنا بالنسبه لنا هو جاي متقلوص جاهز واحنا بنربطه وخلاص. يعني دي الفكره يعني. ف مش هو احنا مش عايزين نوصل في الاخر ان احنا يبقى ندخل الجامعه ونتخرج في الاخر بنحط شويه كنترولز على فورمز ونحطها ونشبطها في داتابيز من ورا ونطلع في الاخر سوفت وير ابلكيشن سواء ديسكتوب ولا موبايل ولا ويب ابلكيشن، وفي الاخر كلها عباره عن شويه فورمز بترمي داتا في داتابيز وتعرض لي شويه ريبورتس من داتابيز في الاخر وخلاص.